أولي 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 إلى النهائي ضد المنتخب الفرنسي، والحمد لله كسرنا العقدة ديال المنتخب الفرنسي. طلعنا النصف نهائي 2022، طلعنا النصف نهائي الأولمبياد. اليوم ما كانش نصف نهائي، كان النهائي. طلعنا النهائي نصف. السلام عليكم الإخوان ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الولد هذا سميت له فؤاد الداي الزيد الجزائري. هذا الولد هذا محب للكرة العربية. أنا عندي عليه واحد نظرة. هذا الإنسان هذا من أطيب خلق الله، أنا كنعرفه غير في السوشيال ميديا، ولكن الفكرة ديالو ديما وراء العرب. يعني أي فرقة ديال العرب كتلعب يعني كيسجعهم. بالعكس الإخوان ديالنا الهوك اللي كنشوفهم في بلاطويات ديال المنتخب الجزائري. غنقولها نيشان، المنتخب الجزائري ما تأهلش هذا العام لكأس العالم الشبان، ماشي غير هذا العام، ما عمرو وقيلا تأهل. وانتم المنتخب ديالكم ما تأهلش لكأس العالم، المغرب تأهل. وعلاش كتفرجوه؟ بغيت نعرف غير علاش كتفرجوه وعاد كتعمروا بلاطويات بالشوه ديالكم، كتشوهوا السوق. لا، لان المغرب ما تقدرش تشوه. المغرب راه السبوعه، راه السبوعه، راه حشومه، والله الا حشومه. انا الصراحه جاتني عيب وعار. انا ملي كنشوف شي كاس ولا شي ما كانش مغاربه تماك، ولا ما كانش المغرب ولا شي حاجه بالله عرب على المغاربه كلشي، ما نقدرش ما كنتفرجوش، كتعجبني الكره. ولكن بالعكس، الا لقيت منتخب السعوديه، الامارات، الكويت، اي دوله، مصر، الجزائر، حتى نتوما الا كتلعبوا نشجعكم، ولكن ما غنمشيش نضرب فيكم حيت نتوما خوتنا. ولكن هذاك النقطه اللي نتوما ما عرفتوهاش، كيفاش نتوما كتعمروا البلاطويات ديالكم وديما كتضربوا في المغرب. راه المغرب راه القجعره بالجعره. مالكم صاحبي؟ مالكم بداك التحمض ديالكم؟ مالكم حامضين؟ على اي، غنرجع للقضيه ديال فؤاد. هذا الانسان جزائري، ولكن زعما العقليه ديالو منقيه. ديما ملي كيلعب شي منتخب عربي ولا شي حاجه عربيه ولا شي حاجه، خاصه المغاربه، هو كيحب المغاربه بزاف لان عايش معاهم في فرنسا. ولكن ظريف. كنقول لك فؤاد، راك غادي مزيان، الله يعاونك. انا راه درت لك ابوني وكنتبعك ديما، كيعجبوني داك المواضيع ديالك على الكاتدرا. برافو عليك، برافو. ايوا اخوان ديالنا الجزائريين، نتمنى يديروا عقلهم. كملوا نشوفوا شنو كيقول الاخ فؤاد. نهائي 2005 المنتخب الأوفا. اليوم النهائي الحمد لله، رغم كيد الحاقدين، رغم صحافة زيكو، رغم اللي يكره لقجع وتمنع وكذا، الحمد لله لقجع. والجامعة الملكية المغربية والدولة المغربية وفرت لهذا الشبان كل شيء. الحمد لله اليوم راه تعطي الأكل ديالها، غادي يلعبوا نهائي كأس العالم، وإن شاء الله يجيبوا كأس العالم رغم كيد الحاقدين. لانه ملي بنى هذاك الملعب مسكين، هذاك الملعب ما شاء الله ملعب عالمي، وهما تابعين المغرب وتابعين القجع لي باج. اليوم مغاربه اثبتوا للعالم بانهم منظومه كرويه عالميه. نقطه اخرى، الرساله لاصحاب بلاطيات ديال هوك: اي منتخب سجعتوه راه كيربح كيخسر مع المغرب، ولكن تمنوا تسجعوا ارجنتين. ايوا راكم عرفتوا علاش. تمنوا تقولوا ارجنتين غدير الكاس، غدير هادي. راه ارجنتين صراحه راه منتخب قوي، راه هو اللي لعب بزاف خطرات، هو اللي لعب هو اللي وقف الفينال في 2005 في هولندا وفزت به ارجنتين على نيجيريا. نتمنوا تسجعوها. ايوا يلا، الله يحفظكم الاخوان. عمروا بلاطيات نهار السبت. يلا الاخوان.
على فارقه. حنا اليوم واش مشينا درنا؟ مشينا استقبلنا المنتخب اللي ربح الصومال وتاهل لكاس العالم اول